كما تعودنا 7 أعوام من الإبداع والتميز في برنامج طائر السعيدة. قبل أن نكمل الفيديو الله يرزق الجنة كل شخص ضغط لايك لهذا الفيديو واشترك في القناة واستغفر الله في التعليقات. وهل يا ترى سيحل علينا في الموسم الثامن في رمضان 2026 أم لا؟ وكما نشاهد الكثير من جمهور البرامج والدراما اليمنية يسأل: هل هناك برنامج جديد للإعلامية المتألقة مقدمة برنامج طائر السعيدة ل7 أعوام متتالية؟ هل يا ترى لديها جزء جديد في رمضان 2026؟ في هذا الفيديو يا عزيزي المشاهد سنعرف ذلك، وهل سيكون هو طائر السعيدة الموسم الثامن أم برنامج جديد مختلف كليا. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو اذكر الله وصل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تستعد الإعلامية المتألقة مايا العبسي للظهور من جديد لتملأ الشاشة بهجة وسرور في موسم رمضاني جديد في رمضان 2026. تعود علينا مايا العبسي في هذا العام بحلة جديدة وبرنامج يختلف في تفاصيله عن كل ما سبق، حيث مليء بطابع المرح والمسابقات والألعاب التنافسية الشيقة. وكالعادة ستكون الكاميرا في رحلة ميدانية مستمرة، وكما شاهدنا الموسم السابق بأنها ذهبت إلى أكثر من دولة، وربما هذا الموسم يكون أروع من الموسم السابق. وسواء كان البرنامج هو امتداد للسلسلة طائر السعيدة أو فكرة جديدة، فالأكيد بإذن الله أننا على موعد مع برنامج رمضاني للإعلامية المتألقة مايا العبسي في رمضان 2026. ودائما الفقرات التي تقدمها مايا العبسي في برامجها تكون فقرات رائعة وشيقة وأقرب إلى قلوب الناس، بما فيها من الكوميديا والفرح والمرح والجوائز الشيقة. وإلى الآن لم يتم الكشف عن اسم البرنامج، وإذا تم الكشف عن اسم البرنامج سنوافيكم أولا بأول إن شاء الله بإذن الله. وأخيرا اكتبوا في التعليقات إذا كان هناك برنامج جديد غير طائر السعيدة، يعني ما فيش طائر السعيدة الموسم الثامن، ممكن أن يكون برنامج جديد واسم هذا البرنامج على سبيل التوقعات رحلة مايا. وهل يا ترى سيكون هذا البرنامج ناجح إذا تم استبداله بدل طائر السعيدة أم لا؟ وانتظرونا إن شاء الله بإذن الله في فيديوهات نتكلم فيها عن البرامج والمسلسلات اليمنية التي سوف تعرض في رمضان 2026. سلام عليكم.